كيف تعرفين إنك لا تصلحين زوجة؟ إذا دخل زوجك البيت ولم تتركي كل شيء في يديك وتذهبي لاستقباله والابتسامة في وجهك ومواساته بعد تعبه، إذن فإنك لا تنفعين زوجة. إذا احتاج الزوج لمن ينسيه تعب العمل ومشاغله خارج المنزل ولم يجدك تهتمين لذلك، إذن ما فائدتك كزوجة؟ إذا كان زوجك لا يأكل من طبخ يديك ويذهب ويشتري الأكل من المطعم ولا يغسل ملابسه إلا عامل المغسلة، إذن أنت لا تنفعين زوجة. إذا غضب زوجك ورددت عليه الكلمة ب10 كلمات ورفعت صوتك عليه، إذن لا تنفعين زوجة. الزوج يتحمل ضغوط الحياة وهموم إعاشة الزوجة ورعايتها وتولي شؤون البيت ورأسه مليء بالمشاغل والضغوط، وينبغي للزوجة أن تهدئه وتصبر عليه. ولكن إذا لم تصبري عليه وتسمعيه كلام جميل يهدئه، فما فائدتك كزوجة؟ إذا جلست مع زوجك في البيت ورائحتك كريهة أو لباسك غير نظيف وغير أنيق، إذا لا تنفعين زوجة. الزوجة لابد أن تكون بكامل زينتها وأناقتها عند زوجها. إذا أفشيت أسرار بيتك لأمك أو لأختك أو لصديقاتك، إذن فأنت لا تنفعين زوجة. إذا حرضت زوجك على أهله ولم تعينيه في بر أهله، إذن فأنت لا تنفعين زوجة. الزوجة لابد أن تصل أهل زوجها وتعين زوجها على بر أهله وتعينه على أي شيء فيه طاعة لأمه أو لأبيه أو وصل لأرحامه. فإذا لم تعينيه على الطاعة فما فائدتك كزوجة؟ إذا حانت الصلاة ولم توقظي زوجك للصلاة، إذن فأنت لا تنفعين زوجة. ولا تنسى ذكر الله والصلاة على النبي.